الناموس مش بيجي من الشباك بس، ده ممكن انت اللي بتربيه بايدك جوه بيتك، وممكن يسبب لك مرض قاتل. وفي حاجات صغيرة جدا بنعملها ممكن يوميا وممكن تكون هي السبب في تواجد الناموس في البيت. وليه الناموس بيجي لك انت اكتر من غيرك وبيختارك انت بالاسم دون الموجودين في الأوضة؟ هل بيحب ريحتك ولا بيحب دمك السكر؟ وايه حكاية الناموسة مصاصة الدماء؟ ومعلومات تانية كتير هنقولها في الفيديو ده، خليكم معايا للآخر. وفضلا وليس أمرا، للي مش مشترك في القناة يشترك، واللي بيشوفني من موقع آخر ممكن يعمل متابعة وشير ولايك لتدعيم القناة لنشر الوعي الصحي والغذائي في المجتمع. ونخش في الموضوع بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الناس فاكرة إن الناموس جاي من بره بس، الحقيقة إن 70% من مشاكل الناموس جاية من عادات يومية بنعملها جوه البيت. طب ما نشوف إيه الأخطاء اللي بنعملها بتسبب تواجد الناموس. أول حاجة المية الواقفة في البيت، المية الراكدة في المطبخ والحمام، طبق المواعين اللي تحت الحوض، عارفينه طبق المواعين ده اللي بنجمع فيه المواعين ده، والحلل اللي منقوعه اللي مكان الرز اللي لازق والحاجات دي كلها بتنقعه في ميه، وغيرها وغيرها وغيرها. ميه على ارضيه الحمام وخلف الحوض وخلف الغساله وخلف البوتاجاز. الناموس يا جماعه بيحتاج نقطه ميه بس راكده عشان يبيض فيها. طب وايه تاني؟ كيس الزباله اللي فيه بواقي الاكل، طبعا بنحط الكيس جوه سله، كيس الزباله اللي فيه بواقي الاكل واثار عصير وفيه قشر خضار وقشر فاكهه وبواقي الايه الخيرات كلها، كل ده بيجذب الناموس وبيكون زي البوفيه المفتوح للناموس، خصوصا لما بيكون كيس الزباله ده جنب او جوه المطبخ او الحمام. طبعا اكل وشرب وجو دافي، هيحتاج ايه اكتر من كده؟ ده بالنسبه له 5 نجوم. طب ايه تاني؟ تربيه الزرع في البيت سواء في البلكونه او في الشقق. مش بنحط في قصريه زرع كده، القصريه فيها ميه، فيها طبق بينزل ميه الصرف، الميه دي بتاعت ميه الصرف دي بتتحول لحضانه للناموس. الحل ايه؟ ان احنا نغطيها برمل كده يمتص الميه دي، او نفرغ الميه دي اول ايه بول. ايه تاني؟ الاعتماد على المبيدات لوحدها. يا جماعه اغلب المبيدات بتموت الناموسه الظاهره قدام عينينا، لكن ما بتاثرش على البيض ولا على اليرقات بتاعه الناموس. كمان ان بعض المبيدات دي بتعمل حساسيه شديده جدا ومشاكل تنفسيه للاطفال، وممكن يجي على الاكل، وممكن يجي على الاكل المكشوف. المبيدات ممكن نرشها كده وممكن تيجي على الاكل مكشوف. ايه تاني ممكن يجيب الناموس؟ الشبابيك المفتوحه، دايما الشبابيك المفتوحه بدون سلك. طبعا الناس هتقول لي الجو حر، طب ما احنا لما بنفتح الشباك، ما انا بقولكش اقفل الشباك، بس حط سلك ضيق على الشباك، او حط ناموسيه، او حتى مروحه قويه. الهواء القوي يا جماعه الناموسه ضعيفه اساسا، ما بتستحملش الهواء الشديد ده، ولذلك الهواء ده بيطير ايه الناموس من المكان اللي هي فيه. طب ايه هي اشهر الامراض اللي بينقلها الناموس؟ ايه اشهر الامراض اللي خليكم معايا في مفاجاه في اخر الحلقه، وهنعرف ان الناموسه هي مصاصه الدماء. ماشي، ما تسيبوش الفيديو. اشهر الامراض اللي بيسببها الناموس الملاريا. هتقول لي الملاريا دي كانت زمان، لا دي ما زالت موجوده وبتقتل حوالي 500,000 شخص سنويا في العالم. قتلت اكتر من 500,000 شخص في السنه سنويا في العالم. حاجه تانية، في مرض اسمه حمى الضنك، دي بتكسر الجسم فعليا وملهاش علاج محدد. في فيروس تاني اسمه فيروس زيكا، خطير جدا على الحوامل والاجنه، خطير جدا للحوامل والاجنه. في مرض اسمه الفيلاريا، بيخلي رجل الانسان بتورم وبتتشل احيانا. مرض اسمه فيلاريا بتورم الرجل بتاع البني ادم وممكن تتشل احيانا. يعني بلاش نستهين بحاجه حجمها صغير لكن تاثيرها خطير جدا. ونيجي للسؤال اللي الكل مستنيه، ليه الناموس بيحبك انت تحديدا؟ في ناس بتقول لك انا بكون قاعد في وسط ناس في اوضه كده في نفس الاوضه، والناموس يسيب كل الناس ويجي عليا انا. هل ده حظ السيء ولا جسمي انا بيبعت له دعوه خاصه على الغدا؟ تعالوا نشوف العلماء قالوا ايه في الموضوع ده. الناموس بيحب حاجات معينه نشوفها اكيد متوفره فيك. الناموس بيحب فصيله الدم O. الناموس بيحب ايه؟
فصيلة الدم O، لأن أصحاب هذه الفصيلة بيفرزوا مركبات، المركبات دي كلها بتجذب إيه؟ الناموس. الناموسة الناس اللي نفسها زايد، الناس اللي نفسها زايد يعني بتتنفس أكتر من غيرها في حالة السمنة وفي حالة الحمل أو بعد الرياضة، بعد بنعمل رياضة يعني، دول بيجذبوا الناموس. ليه بقى؟ لأنهم بيخرجوا ثاني أكسيد الكربون أكتر، وهنقول ليه ثاني أكسيد الكربون خصوصا. والناموس بيقدر يشم ثاني أكسيد الكربون على فكرة من 50 متر، من على بعد 50 متر، وعلى قلبه زي العسل. إيه تاني بيجذب الناموس؟ درجة حرارة جسمك. الناس اللي جسمهم درجة حرارته عالية شوية أو بيعرقوا كتير بيكونوا مغناطيس فعلا للناموس. الناس اللي درجة حرارة أعلى شوية وبيعرقوا كتير بيكونوا جسمهم يعتبر مغناطيس للناموس، لأن العرق فيه حمض اسمه حمض اللاكتيك، وحمض اللاكتيك ده جاذب للناموس. إيه تاني؟ الجلد بتاع جسم الإنسان ده فيه بكتيريا نافعة، ونوعها بيختلف من شخص للتاني. فممكن يكون الشخص التاني ده بيفرز ريحة معينة، والريحة دي عاجبة الناموس قوي، فهب عليه اسقاط جوي، هب عليه كده اسقاط ايه؟ جوي. ايه الحاجات التانية اللي بتجذب الناموس؟ الالوان الغامقة، الوان اللبس الغامقة، يعني الاسود، الكحلي، البني، بتخلي الناموس ينجذب اكتر للشخص اللي لابس الالوان دي. لكن الالوان الفاتحة زي الابيض وغيرها، الالوان الفاتحة دي بتقلل الجذب عليه. طب ايه تاني بيجذب الناموس؟ الحمل. الست الحامل بتطلع ثاني اكسيد الكربون اكتر بنسبه 21%، وجسمها الدافي بيكون دافي بدرجتين، اكتر درجتين من الانسان العادي، وده بيخلي الجسم ده هدف مفضل جدا للناموس، ويعمل برضو عليه اسقاط ايه؟ جوي. يبقى احنا كده عرفنا ان الناموس بيحب ثاني اكسيد الكربون، بيجي على الناس اللي بتتنفس كتير، بيجي على مكان فيه ثاني اكسيد الكربون. طب ايه الحاجات الطبيعيه اللي ممكن نستعملها وبتطرد الناموس؟ بخاخه طبيعيه، فيها بخاخه فيها زيت ليمون او زيت الاوكاليبتوس، زيت ليمون او زيت ايكاليبتوس بنرشها، او كريمات طبيعيه طارده للناموس زي زيت النيم المخفف، وطبعا ايه؟ المروحه القويه اللي بتطرد ايه؟ الناموس. هنقول بعض المعلومات السريعه كده، وخلي بالكم معايا شويه حاجات تجنن. معلومات عن الناموس: في اكتر، الناموس منه 3500 نوع في العالم، الناموس في منه 3500 نوع. الناموسه الانثى هي بس اللي بتقرص، مفتريه طبعا. الناموسه الانثى هي برضه اللي بتقرص، عمرها اسبوعين لشهر. خليكم معايا، عمر الناموسه الانثى اسبوعين لشهر. الذكر عمره من 5 ل 10 ايام، يعني بتقصف في عمره. الذكر يا جماعه ما بيقرص، ده الذكر ده حشره قيود بتتغذى على ايه؟ على رحيق الازهار، يعني مش مصاص دماء زي ويموت بعد التزاوج بفترة بسيطة جدا. بعد ما يحصل تزاوج ويموت في فترة بسيطة جدا، بتجيب أجله يعني. الناموسة بتبيض في نقطة مية، يعني ما نستهترش بنقطة مية موجودة في البيت. على فكرة في شائعة، يعني في إشاعة بتقول الناموس بينقل مرض الإيدز، ودي شائعة ليس لها أساس من الصحة. الناموس لا ينقل فيروس الإيدز. الناموس بيقدر يشم نفسك من على بعد 50 متر، بيجي يطير عليك انت مخصوص. ممكن يطير 2 كيلو طول حياته، الناموسه لوحدها ممكن تطير 2 كيلو طول حياتها. واخيرا، لو كل واحد ركز في الاخطاء اللي احنا قلناها دي، ممكن نمنع الناموس من الاساس بدل ما نحاربه. شارك الفيديو مع حد دايما بيشتكي من الناموس، وقول لي بصراحه، انت من الناس اللي الناموس بيحبها ولا الناموس بيتجاهلك؟ ما هو زي ما انا بقول كده، في ناس بتقعد برضه في وسط القعده كده ما بيقرب لهاش ناموسه، وفي واحد بتيجي عليه ناموسه. يعني هل انت من الناس اللي بتحب الناموس بيحبها ولا بتتجاهلها؟ لو انت من النوع الاول، وفصيله دمك ايه؟ يعني قول لنا برضه فصيلك دمك ايه؟ وهل الناموس مره خرجك عن شعورك؟ انا عن نفسي ممكن يخرجني عن شعوري. شاركنا في الكومنتات وشوف هنلاقي كم حد زيك، واستنوني في الفيديو القادم ان شاء الله عن اخطر 5 طرق لمكافحة الناموس، واللي ممكن تكون ضررها اكتر ايه من نفعها. ما تنسونيش بالدعوات، تدعوا لي وتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في تعليق،
وتدعم لاخوانكم، والسلام عليكم ورحمه الله.